بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله الثبات والسلامة من التلون والتقلبات. هذا سعيد بن جبلي كان نشيطا في المغرب ويتنقل مع بعض الجماعات الإسلامية وعنده نشاط كبير ويبين قضية الإسلام والدين، حتى انحرف عن الدين انحرافا خطيرا، فألحد والعياذ بالله، فقال بأن آدم لم يكن في يوم هو وحواء على الأرض، ثم قال بأن السؤال من خلق الكون سؤال سخيف لأن الكون لم يخلق، ثم قال كلاما خطيرا جدا يدل على هذا الإلحاد والعياذ بالله. ثم لما انتحر في الأمريكان وصى بأن تحرق جثته. إذن هذه المصائب كلها نرى شيئا مما كان عليه ونرى شيئا من هذا، ثم نعود للتعليق والإيضاح من أجل توعية الأمة ومن أجل التبصرة. فيديو هام جدا، تابعوه إلى الأخير، ستستفيدون إن شاء الله كعادتي، تستفيدون من فيديوهاتي، لأني أربط ذلك كل حدث أربطه بشرع الله تبارك وتعالى، لأنه هو النجاة والسلامة. قبل ذلك أيها الأخيار، لا تغفلوا الصلاة والتسليم على نبينا المختار، فهي البركات والرحمات والخيرات، وهي تجارتنا. إذ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه 1668 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إذ يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. نسمع هذا المقطع ثم نعود للإضافة والبيان إن شاء الله. لقد أصابني مرض ثنائي القطب وأنا في منتصف العقد الثالث من عمري، وهو يعذبني ويتلاعب بي منذ ذلك الحين. إنه مرض خطير يصعب على الأطباء فهمه، فما بالك بالعامة؟ وقد جعلني عاجزا عن تحقيق أي تقدم في حياتي وعاجزا عن تذوق لذاتها، وصار الموت يبدو لي خيارا وحيدا عاجله خير من آجله. كما وجه اعتذارا مؤثرا لعائلته، داعيا أصدقائه بالاهتمام بعائلته بعد رحيله، قائلا: أحبائي وأصدقائي، إني أوصيكم بعائلتي عامة، وأوصيكم بابني خاصة، فأحسنوا لهم ما استطعتم. كان ابن جبلي من أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، لكن مؤخرا أصبحت له وجهة نظرة شاذة عن الدين، فنتمنى أن يكون ذلك نابعا عن مرضه الذي هكذا اصطاده إبليس فقال له: الموت عاجله أفضل من آجله. هل الموت بأيدينا أيها الأفاضل؟ هذه مشكلة اليأس والقنوط من رحمة الله التي حذر منها القرآن كثيرا، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. اليأس يقطع أحيانا لصاحبه: لا تيأسن فإن الفارج الله، لا تيأسن فإن الصانع الله، لا تيأسن فإن المدبر الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله سبحانه وتعالى. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت بأي كان فثق بالله وارض به. إن الذي يكشف الكرب هو الله. نعم، هكذا يقول الحكماء العقلاء. إذن اليأس، وربنا تبارك وتعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمته إلا الضالون. ويقول الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن اليأس والقنوط هو المشكلة. هذا الإنسان سمعتم نزل به مرض، كل الناس مرضون، هذه دنيا ابتلاء، دنيا اختبار. فإذا نزل بك مرض واشتد ضغطه عليك
لا تميل يمينا ولا شمالا، تعلق بربك، هو الله، هو الصمد، هو الواحد والأحد، اصبر. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: ومن يتصبر يصبره الله. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله تبارك وتعالى: والله مع الصابرين. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن حلنا في التعلق بربنا ودعائه، الدعاء سلاح المؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله. ويقول رحمة الله على ابن القيم: من الأدعية النافعة الإلحاح على الله بالدعاء. الله، وخير من هذا يقول الكريم العظيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا الإنسان حينما يأتي الشيطان ليصطاده ويقول له: قل افعل، يجب أن ينتبه وأن يستيقظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا الإقدام على الانتحار والإقدام على الموت انتقاما من الحياة ومن قضاء الله تبارك وتعالى هذا خطير جدا، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من فعل ذلك يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بسم أو بحديدة أو رمى بنفسه من مكان مرتفع أو من جبل أو غير ذلك فهو يتعذب بذلك الذي قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن الإقدام على هذا الفعل خطير، انتبهوا يا عباد الله. والحل موجود، الحل في الرجوع إلى الله والاستغفار وذكر الله تجدون الراحة والطمأنينة. المشكل عندنا أننا لما تصيبنا هذه الأوهام وهذه الاضطرابات وهذه المصائب لا من الشيطان ولا من المرض ولا من النفس أننا نخضع لها ونستسلم، لا، عندما يصيبنا شيء من هذا نتجه إلى الله تبارك وتعالى. نعم المولى ونعم النصير، نلتجئ إلى الله، نأخذ كتابه، نتوضأ، نصلي، ندعو، نرافق الصالحين، نذهب إلى صلاة الجماعة في المساجد. هذه هي الحكمة، الاستغفار، الأذكار. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار باب إلى الفرج، باب إلى الرحمة، باب إلى النجاة. عليكم بالاستغفار يا عباد الله وبالذكر والرجوع والالتجاء وطرق باب الرحمن، تجدون السعادة وتنفرج عنكم الكربات والهموم وكل ما يصيبكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين وأن يجعلهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه. آمين يا رب العالمين.